طيب السلام عليكم، خليني اختم لكم هذا اليوم بهذا الخبر الحصري يا اخوان. انا بالامس كنت في اتصال ومكالمه مع احد اصدقائي وكلاء اللاعبين اللي لهم بعض اللاعبين في اوروبا، يعني هو شاب عربي يحمل جنسيه اوروبيه. يعني بكل الاحوال بدون الخوض في التفاصيل، بصراحه حكى لي كلام قوي وكان لازم احطه في الحلقه امبارح، بس ما صار فرصه. انا بحكي لكم الان من خلال ستوريات ويوميات. الموضوع انه ريال مدريد اطلق اذرعه، فلورنتينو بيريز اطلق اذرعه للبحث عن راس حربه فيرست كلاس، تصنيف عالي اول. وبصراحه الكلام هو عن اوسيمين. نعم، وصلني الخبر، الكلام عن اوسيمين. هذا حصري لكم طبعا انتم متابعيني. ولكن هذا بيعني امر اخر على النقيض، هو انه كريم بنزيما لا يرتضي ان يكون رقم اثنين. اذا في راس حربه سياتي، وهذا يعني كريم بنزيما سيخرج. طب ما وضع بنزيما؟ سالت كذلك، فقيل لي انه وكيل اعمال يبحث له عن عرض ممتاز من السعوديه الان. قد نشاهد كريم بنزيما في السعوديه الموسم القادم مع واحد من كبار المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله، فليكن للهلال.